دي بقى لا تقوليلي جلاش ولا تقوليلي فطير مشلتت، محدش هيعرفها غير الناس الأصيلة بتاعت زمان اللي كانوا بيخترعوا كده من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. هاتيلي كده كام رقاقة وادهني لي الصينية معلقة سمنة معتبرة، وحطي الرقاقة بتاعتك زي ما هي وادهنيها سمنة، وحطي عليها شوية من اللبن، وهكذا. هحط طبقة تاني من الرقاق هدهنها سمنة، هرش عليها معلقة من السكر، وهنزل عليها بتاع معلقتين 3 من اللبن السخن علشان خاطر يهبط معايا الرقاق بتاعي، وهكذا وهكذا لحد ما نخلص الرقاق بتاعنا. انا محتاجتش كتير، انا خدت بس 5 رقاقات مش كتير، وزي ما انت شايفه كده هنبططهم كده لحد ما ينزلوا خالص كده، تلاقيها بكل سهوله بتنزل معاكي. وكمان ممكن تستغني عن اللبن وتعمليه بالميه، تحطي كده بالميه المغليه وتنزلي فيه شويه الرقاق بتاعك، وتدهني بالسمنه وتدهني وترشي بالسكر. اخر حاجه حطيت معلقه سمنه كده حلوه علشان تديني اللون ده، ورشيت كمان معلقتين من السكر عشان يكرملوها. ودخلتها الفرن يا ستي على درجه حراره 200. فتحت الفرن بس من تحت. اول ما اخدت اللون الحلو ده فتحت عليها الشوايه سنه بسيطه علشان تاخد معايا اللون الاحمر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده، مش بتاخد معاكي 20 دقيقة، وأقل من 20 دقيقة بتطلع معاكي بالجمال والعسل ده. ايه رأيك بقى؟ وحطيلي لايك حلو.